السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو تحفة قوي هنا بقى النهاردة. معانا هنا مدلعة، بس مدلعة زيادة عن اللزوم. معانا مدلعة ميكس في صينية واحدة، مش هتتعبي، مش هتطلعي كذا صينية عشان تعملي الكنافة لوحدها، عشان تعملي البسبوسة لوحدها. الفيديو ده تحفة هيعجبك. كمان ميكس الكنافة مع البسبوسة تحفة، طعم تحفة لوحده في حتة تانية خالص. جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. وصفة جميلة سهلة، غير متعبة، غير مكلفة، غير الطعم خرافة جدا، احلى من الطبقات اللي بتعمليها في المدلعة. سهلة وسريعة، بتوفر معاكي وقت، بتوفر معاكي جهد. كمان الطعم بتاعها خرافة جدا، لان ميكس البسبوسة مع الكنافة عامل طعم يجنن، عامل طعم خرافي جدا. جربي الوصفة وإن شاء الله تكتبي لي في التعليقات الوصفة نالت إعجابكم، وإن شاء الله هتنال إعجابكم، لأن الطعم جميل جدا. كل اللي كلها شكر فيها، قال إن الطعم مختلف عن الطبقات، لأن ميكس الكنافة مع البسبوسة عامل طعم فوق الخرافة. شكل جديد، طعم جديد، حاجة جديدة حبيت أقدمها لكم، حبيت أشاركها معاكم. حاجة حلوة قوي. عايزة تعملي حاجة سريعة لضيوفك، كمان ممكن تعمل وصفة لرمضان بيها، لأنها سريعة، لأن الوقت بيبقى قليل جدا في رمضان، فانت عايزه تعملي حاجه تحليه سريعه، فدي من التحليات السريعه اللي انت ممكن تعمليها في التحليات الرمضانيه اللي انت عملتيها. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وانتم بخير، كل سنه وانتم بسعاده. عايزاكم تخشوا تشوفوا الفيديو معايا. عايزين نسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كده، ونسمي بالله ونتوكل على الله، ونشوف الفيديو التحفة ده عملناه ازاي. معانا هنا نص كيلو كنافة حطيناهم في الفريزر، لازم نحطها في الفريزر عشان تتماسك معايا بالكبة او بايدك او بسكينة. انا عايزاكي تهرسيه جامد عشان يوصل لدرجة النعومة اللي انت هتشوفيها معايا دي. لو انت حاطاه في الفريزر ومجمداه وعملتيه بالسكينه وقطعتيه كده على الرخامه بتاعتك، هيتقطع بسرعه. معاكي كبه، نزلي بيه في الكبه، هيطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا عايزاه بالشكل البسيط اللي انت شايفاه ده، علشان ياخد الميكس مع البسبوسه ويختلطوا مع بعض بكل سهوله، ويدوا الطعم الخرافه والشكل التحفه اللي انت شفتيه في اول الفيديو. هتقلبي الكنافه مع البسبوسه كويس جدا، وتخلطيهم مع بعض لحد ما يمتزجوا، يبقوا كائن واحد بس. وبعد كده هنشوف كل المكونات. لايك وشير للفيديو بقى عشان تعلي الفيديو بالمشاهدة بتاعتكم وباللايكات، وكمان تشجعوني بالتعليقات الجميلة اللي انتوا بتكتبوها. بشكر كل واحد بيخش يكتب تعليق يفتح النفس وبيشرح القلب. بجد بشكركم من كل قلبي، لان في الناس بتخش بتكتب كلام حلو قوي. فبشكر كل واحد ان هو بيكتب كلمة حلوة، بيجبر كل واحد. جبر خواطر دوت ليه مقدار جامد عند ربنا. واشكركم على كل كلمة جميلة انتوا بتكتبوها. هنا معانا سمنة زبدة، احنا مسيحينها كده، دافية او باردة مش مشكلة، بس تكون سايحة علشان لما تمزجيها مع الكنافة والبسبوسة تاخد ود معاك. انا عايزاكي بقى تدعكي فيها كده وتبسيها كأنك بتبسي كحك بالظبط. انا عايزة السمنة تشرب معايا البسبوسه والكنافه، تشرب معايا السمنه لدرجه ان انا لما امسكها بصي بتتماسك بايدي، بتعمل كتله في ايدي كده. انا عايزاكي توصلي للمرحله دي. معانا هنا كوبايتين من القشطه او وش اللبن. بعد ما خلطنا السمنه مع الكنافه والبسبوسه وخلطتيهم كويس جدا وبسيتيهم عاملين زي رمله البحر المبلوله، تبقى متماسكه معايا كده. كده خلاص انت وصلتي للقوام اللي انا عايزاه. كوبايتين القشطة دولت هيخلوا الطعم في حتة تانية خالص. ما تحطيش زبادي، الزبادي هنا هيطر الوصفة معايا، وانا مش عايزة الوصفة تبقى طرية، انا عايزاها كريسبي من بره وفي نفس الوقت تبقى يعني مرملة وواخدة طعم السمنة وطعم الطريان من جوه. ديت اللي انا عايزاه، وان شاء الله هتطلع بالشكل دوت. ولو جربتيها بالطريقة ديت هتعجبك جدا، وهتشوفي الملمس بتاعها والطعم الجمالي بتاعها. هتجيبي بقى حبة من المية كده بايدك وهتنعميها من فوق كده وتظبطيها في الصينية بتاعتك. انا نسيت اقولك ان انا حاطة كيس بيكنج باودر على الوصفة ديت. لما حطيت كل الخليط قبل ما احط سمنة، قبل ما احط اي حاجة وبصوا مع بعضه كده، حطيت كيس من بيكنج باودر، كيس كامل، لان انا معايا نص كيلو من الكنافة ومعايا نص كيلو من البسبوسة. معانا هنا يعني كمية كبيرة في الصينية. انا كده دخلتها الفرن، خدت
السوا من تحت بتولعي، بتحطها في رف اوسط، بتشغليها من تحت بس، ولما تاخد اللون الذهبي من الجناب بالتالي بتفتحي الشوايه عليها وتاخد اللون الذهبي اللي انت شايفاه من فوق ده. معانا الشربات انا مش عاملاها بكميات محدوده، انا عامله كيلو من السكر كامل وحاطه عليه. بتقيسي عدد كوبايات السكر اللي عندك وبتعايريهم قدهم ميه وبتسيبيه يستووا مع بعض، بتاخدي الكميه المناسبه للوصفه، وبقيه السيرب بتاعك دوت بتحطيه في قلب بطرمان ازاز وتدخليه بباب التلاجة. اول ما بتحتاجي لاي وصفه بيبقى معاكي عسل الجاهز دوت بتستخدميه في اي وصفه. طب انا عايزه مقدار الوصفه دي 3 كوبايات من السكر، عليهم 3 كوبايات من الميه، عليهم معلقتين فانيليا كبيره، معلقه فانيليا كبيره، وتظبطي معاكي الشربات بتاعك مع عصره ليمونه مع معلقه عسل كلوكوز. ادي الشربات بتاعنا وبنعمله في كل الوصفات. انا عايزه اعمل بقى صوص الكراميل بتاعي. حطيت هنا كوبايه من السكر، مقدارها ايه بالجرام، مقدارها ربع كيلو من السكر. حطيتها كده على النار لحد ما تبتدي تسيح معايا وتاخد اللون الذهبي او اللون الفاتح الفضي ده. وبعد كده معايا معلقه من النشا، هقلب معلقه النشا. انا معايا كوبايه من الميه، هي نفس الكوبايه اللي عايرت بيها السكر، حطيت نصها على معلقه النشا، مزجتهم كويس جدا مع بعض. لسه مكملين مع بعض. لايك وشير للفيديو، ما تنسيش اللايك، وفضلا وليس امرا مشاهده الفيديو للاخر، وما تنسيش اللايك لانك بتخش تشوف الفيديو بس ما بتحطيش اللايك بتاعك، وده اللي هو القناه بتستفيد بيه. انا معايا معلقه سمنه زبده، انا في المرحله دي طفيت النار، هسيح المعلقه الزبده مع صوص الكراميل لحد ما تسيح تماما. افصلي النار في المرحله ديت، لانك لو فضلت مشغله النار الصوص الكراميل هينحرق معاك وهيبقى طعمه شايط او طعمه مر. في ناس تقول بيفتل، في ناس بتقول بيبقى ممرر. هي ديت الخطوات اللي تتبعيها عشان تطلعي صوص الكراميل اللي معاكي تحفه زي ما بتشوفيه في المحلات جاهز، واحلى أنكه كمان من طعم المحلات بمراحل كتير. هتسيحي الصوص الكراميل كده، وبعد كده هتنزلي عليه بمعلقه النشا تدوبيهم لحد بيمتزجوا. في المرحله دي طبعا بتولعي النار وبتهدي لحد ما يدوب تمام. هنكمل بقيه الصوص، هنحط بقيه كوبايه الميه اللي احنا معايرينها، ده مقداره مظبوط جدا. ومعانا مع كوبايه كبيره بقى من وش اللبن او الكريمه، هتنزليها هتدي طعم جامد قوي لصوص الكراميل بتاعك. الصوص معاكي قوامه مظبوط، لا مخرز لا مفتل لا ممرر ولا اي حاجه، مع باكو من الفانيليا، يبقى معاكي صوص كراميل، احلى صوص كراميل. وبالف هنا وشفا لكل اللي يعمل حاجه بايده وياكل منها. كده صوص الكراميل بتاعنا جاهز. هنكمل بقيه الوصفه بتاعتنا بقى. زمان صينيه البسبوسه، ميكس البسبوسه مع الكنافه هدي خالص وبرد، علشان نكمل الوصفه بتاعتنا التحفه الجميله متدلعه في صينيه واحده من غير وقت من غير اي مجهود زي ما انت شايفه معايا. تابعي بس الفيديو للاخر، ما تقطعيش حاجه في الفيديو عشان الفيديو فيه تكات حلوه وفيه حاجات حلوه تتعلميها. وبناتنا اللي لسه بيتعلموا لسه داخلين المطبخ جديد، لو تابعوا كل حاجه خطوه بخطوه هيطلعوا كل حاجه بنجاح. اي حد هياكل من اكلهم هينبهر بالاكل اللي هم بيعملوه. ادي صوص الكراميل اهو تحفه بجد، احلى وانكه كتير من طعم الصوص الكراميل اللي بتجيبيه من المحلات. انا بقى هاخد معلقه من صوص الكراميل ده سايباها في قلب الصينيه زي ما انت شايفه. هتعملي بها ايه يا كوكا؟ هتشوفي معايا بقى معلقه من الكاكاو الخام، هنزلها في صوص الكراميل ده وامسكها ادوبها جامد مع معلقه من العسل اللي انا عملته، علشان هعمل هنا صوص شوكولاته علشان ازين بيه معايا المدلعه من فوق. حط معلقه من العسل على معلقه من صوص الكراميل لحد ما توصلي للقوام المظبوط اللي انت عايزاه. لا حطيتي لبن لا حطيتي اي حاجه، ونكهه تحفه جدا في صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. يبقى معلقه من صوص الكراميل على معلقه من العسل اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو السيرب اللي احنا زودنا بيه الخليط بتاعنا، ميكس الكنافه مع البسبوسه. ده اللي فاض في البطرمان زي ما انا قلتلك، بتعينيه بتشيليه بباب التلاجة، بتحتاجيه لاي وصفه تانية انت عايزاه. ده الصوص بقى بتاع الشوكولاته اللي احنا هنزين بيه. ما عندكش لبن، اتصرفنا عملنا بالصوصات اللي احنا عملناها، عملنا بيها صوص تاني اللي هو صوص الشوكولاته، علشان يبقى معاكي كذا صوص تزوقي بيه المدلعه بتاعتك. وصفه غير مكلفه اهي، بناخد كل حاجه من بعضها ونكمل بقيه الوصفات بتاعتنا علشان يبقى معانا وصفه متكامله وكمان غير مكلفه علينا وتكون على قد الايد.
وتكون موفرة، وفي نفس الوقت تأكلي لولادك احلى حاجة احنا عملناها. ونخلص الصوصات كده مع بعض. يلا نعمل الكريمة بقى التحفة اللي احنا بنعملها على طول مع بعض. معانا بودرة كريمة، معانا هنا لبن، معانا هنا برضو نص كوباية من السكر، لان هنا بودرة خام مش محلاة، هنا من غير سكر خالص. البودرة كريم شانتيه هنا بودرة خام. هتحطي بقى كده وتقلبي، وهنضرب طبعا كالعادة لحد ما تدي القوام المظبوط بتاعنا. كل ما الفوم بتاعها يعلى كده وتدي القوام، وتكون بصي عاملة كده بوز المنقار زي ما بيقولوا، متماسكة تحفة كده، تبقى ناجحة معاكي والقوام بتاعها مظبوط. يلا بقى نكمل وصفتنا التحفة الجميلة. بصي بقى هتخليها كده، هنزلها في صينية بس عشان لما نحط عليها التزيين بتاع المدلعة يبان. معانا ورقة هنا من الزبدة وصينية مسطحة زي ما انت شايفة كده. هقلب عليها الخليط بتاعي اللي هو الميكس البسبوسة مع الكنافة علشان اكمل المدلعة التحفة بتاعتي. جربوا الوصفة، الوصفة سهلة وجميلة جدا. انا بس حبيت ان انا اوريكم كله خطوة بخطوة في الفيديو. بص الصينية بتاعتك نظيفة ما فيهاش اي حاجة لازقة كمان. بصي الطعم خرافة، الطعم تحفة. هتنزلي بقى كمية الكريمة اللي انت عاملاها كده على سطح البسبوسة مع الكنافة، وتسويهم كده وتظبطيهم علشان تاكلي احلى مدلعة. لأول مرة يشوفنا يا ريت تنورنا باشتراكه كده في القناة علشان يوصل كل إشعار جديد بكل حاجة جديدة احنا بنعملها، وكمان يقدر يفيد غيره بكل حاجة احنا بنعملها. هتسوي بقى كده كمية الكريمة على وش البسبوسة مع الكنافة أو وش المدلعة بتاعتك، ونجيب صوص الكراميل التحفة اللي عملناه مع بعض. بص القوام، بص شكل الصوص عامل ازاي، تحفة. لا مخرز لا مكتل لا مقطع، مفيش اي حاجة فيه الا ان هو جمالي، يعني عايز الصور بس كده. صوص الكراميل ده لوحده، الشكل لوحده طبعا بيفتح النفس، ده غير طعم يجنن، طعمها يجنن. جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم، اكتبوا لي في التعليقات جربتوا الوصفة ديت ونالت اعجابكم، وان شاء الله هتنال اعجابكم لانها سهلة وسريعة. صينية واحدة غير مكلفة، لا هتجيبي صينية مقاس صينية ولا اي حاجة من الكلام دوت، لا هي صينية واحدة هتحطي فيها حاجتك، تطلع كمان ميكس الكنافة مع البسبوسة الاتنين مع بعض مديين طعم فوق الروعة فوق الخيال. هتسوي كده صوص الكراميل بتاعك بقى وتظبط صينيتك، وبعد كده هننزل بقى بالشكل الجمالي اللي بنعمله للمدلعة كالعادة. مين اللي لسه ما عملش لايك للفيديو بقى لحد دلوقتي ما تنسيش اللايك، ويا ريت كده يعني مقدار ما انا بتعب في الوصفه وبجيب لكم وصفات جديده انتي ما تبخليش عليا باللايك، لان اللايك ده اللي بيعلي الفيديو. ده صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه مع بعض. هتنزلي بخيوط كده رفيعه على المدلعه بتاعتك، وبعد كده برضو احنا جبنا حبه من الكريمه وسيلناهم شويه عن سمك الكريمه اللي احنا فردينها ديت، بحيث ان احنا نعمل بها خيوط برضو كده. بصوا كل حاجة من قلب الوصفة، أنا ما جبتش حاجة من بره، يعني حاجة واحدة أنا عملتها طلعت منها بقية الوصفة وكملت بيها الوصفة. الكريمة سيلتها وعملنا بيها كريمة خفيفة. صوص الكراميل مع الشربات عملنا منه صوص الشوكولاتة. كل حاجة من قلب الوصفة طلعت بيها حاجة جديدة علشان اوفر لك، عشان اخليها وصفة غير مكلفة، علشان تعملي حاجة انتي تحسي ان انت عملت حاجة ببيتك غير مكلفة، وان هي حاجة كمان مميزة. لايك وشير بقى للفيديو كده، ومشاهدة الفيديو وتعليق حلو من القلب ودعوة حلوة من القلب، علشان ربنا يصلح حالنا كلنا كده. وانا عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رأيكم في التحفة الفنية الجميلة ديت. يعني مفيش احلى من كده، مفيش اوفر من كده، مفيش يعني ابداع اكتر من كده. حاجة سهلة، حاجة بسيطة، وكمان بص الجمال بقى. بص لما تقطعيها بقى كده وتاكلي بقى القطعة دي تحفة. عينيها بقى لتاني يوم في التلاجة بقى، ودوقي بقى الخليط مع بعضه كده لما ادى الميكس كله مع بعضه، وادى الكريمة مع ميكس الكنافة مع البسبوسة. بص نكهة رهيبة، يعني كل اللي هياكل منها مش هيلاقي صوابعه بعد كده، لان هياكل صوابعه ورا الوصفة دي. تحفة بجد.
طعمها يجنن، طعمها خرافي. انا بس مش عارفه اشيلها لان في ورقه زبده تحت، فهي اللي بتفصل ما بيني وما بين الاسباتولا اللي في ايدي ديت، هي عايزه تترفع، فانا عايزه ارفعها بعيد عن الورقه بتاعت الزبده. اهي بصي حتى دخلت ورقه الزبده لجوه شويه، مش مشكله هنعدلها كده تاني. انا كنت بس حطاها كده لان انا حاطه على ظهر الصينيه، فمينفعش احط على ظهر الصينيه، فحطيت ورقه زبده تفصل ما بين الصينيه وطبقه المدلعه اللي انا حطاها. ايه رايك في المدلعه التحفه دي بقى؟ طبعا شكله خرافه. طبعا لو دقت الطعم، يا ريتكم كنتوا معايا كنتوا دقتوا الطعم، بس طبعا انتوا هتجربوا الوصفه، ولما تجربوا الوصفه هتقولوا لي. معلش انا طولت عليك الفيديو شويه، بس معلش علشان تشوفوا كل خطوه فيها عامله ازاي. خرافه. بص ميكس الكنافه مع البسبوسه، شكل البسبوسه مع الكنافه عامل ازاي، تحفه. بتبرق كده، بتلمع، دايبه ذوبان. مفيش بعد كده. حلوة قوي قوي قوي. جربيها وقولي لي ايه رأيك في الكنافة، في المدلعة الخطيرة. وكل بقى يدلع بيته ويدلع عياله ويدلع ضيوفه بالمدلعة البسيطة السهلة الرائعة. بصي شكلها من جوه عامل زي خرافة، دايبة دوب من جوه كده، بتدوب في البق. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، المدلعة التحفة روعة بجد، لازم تجربيها. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.